آية من كتاب الله عز وجل. هذه الآية من قرأها بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس فتح الله عليه من واسع رزقه وأزال همه وفرج كربه وقضى عنه دينه. وقبل أن نتعرف على هذه الآية رجاء دعم هذا الفيديو بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. إخواني الكرام، أولا هذه الآية التي معنا ليست واردة في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها من مجربات الصالحين، ومجربات الصالحين لا بأس بها. هذه الآية إذا قرأت بعد صلاة العصر ويكون الإنسان متوضئا ويستقبل القبلة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يصلي، ثم بعد ذلك يقرأ هذه الآية إلى أن تغرب الشمس ويقرأها بيقين، من فعل ذلك بإذن الله عز وجل وجد انفراجا للهم وسعة في الرزق وسدادا للدين وتفريجا للكرب. هذه الآية في سورة النور، وهي قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.